كحك زي المحلات بالظبط، ولكن بشكل وريحة وطعم كحك زمان. طعمه حلو والكحكاية محتفظة بنقشتها، ما تنفش منك في الفرن وتعبك يروح على الفاضي. لونها جميل، واكيد طبعا بتدوب في البق، وفي نفس الوقت الكحكاية متماسكة وبتقطم معايا. وكمان ما ننساش ان احنا بنبقى عايزين نقعده فترة طويلة من غير ما طعمه يغير او يكرف او كل الكلام ده. من اول بقى طريقة التسوية وشوية تريكات كده في المكونات، هنعرف كل ده مع بعض. بس قبل ما نبدأ انا معاكم من مطبخ عامر، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وتعملوا اشتراك للقناة. نبدأ بالصلاة على النبي. معانا المكونات دي لكيلو دقيق واحد. شايفين بقى الكحكاية؟ معايا بقى كيلو دقيق متعدد الاستخدامات اهو، هنزل بيه. وبعدين هعمل حفرة في النص كده، وابدأ انزل بيه 3 معالق كبار من السمسم المتحمص. ما تحطوش سمسم ني ابدا، تمام كده. 3 معالق كبار من السمسم المتحمص. هنحمصهم ازاي؟ طاسة على النار من غير اي مادة دهنية خالص، وابدأي قلبي فيه لغاية ما يديك اللون الذهبي. هبدأ بقى اشيل 4 معالق كبار من الدقيق بتاعنا، مش هنستخدمهم، وهننزل مكانهم ب4 معالق من السميد الناعم. طيب ايه فايدته بقى؟ فايدته ان هو بيخلي الكحك فيه، اللي هي زي ما انا قلتلك في بداية الفيديو، انه الكحكاية بتقطم معاكي كده اهو، في نفس الوقت دايبة، ما تبقاش مفتفتة خلاص كده. معايا بقى معلقتين من الكريم شانتيه، ودي اختيارية ولكنها بتدي طعم حلو قوي، مع معلقة من اللبن البودرة، بتدي طعم حلو مع لون حلو. ممكن تخلوهم 3 معالق لبن بودرة بدل معلقتين الكريم شانتيه، الاتنين بيعملوا نفس الحاجة او نفس الغرض يعني، خلاص كده. ومعايا بقى معلقتين او 3 معالق كبار من السكر البودرة اهم، نزلت بيهم. معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. كل الحاجات دي يا جماعة أساسية، البيكنج باودر والسكر أساسي. اللبن البودرة والكريم شانتيه ممكن تستغنوا عنهم، ولكنهم بيدوا طعم ولون حلو قوي. رشة من الملح طبعا أساسية. هبدأ بقى أخلط كل ده بإيدي الأول كده قبل ما ننزل بالخطوة اللي جاية. تأكدي إنك مزجتي كله كويس جدا، خلاص كده. طيب الخطوة اللي بعدها بقى هي أساس الكحك الدايب والناعم وكل الكلام ده. عندي بقى، أنا عندي كيلو دقيق، حطيت له نص كيلو من السمنة، ولكن السمنة هنا أنا أدحتها ونزلت بيها على الدقيق. طيب انتي بقى لو مش حابة إن الكحك يبقى تقيل على المعدة، هنبدأ نقدح النص الكمية بتاعة السمنة، والنص التاني هننزل بيه على الدافي برضو. مش هنحط السمنة باردة ابدا، لان طعمها بيبقى باين في الكحك، طعم سمنة ني كده مش لذيذ خالص صدقوني. فانت لو عايزاه خفيف هتقدحي ربع كيلو، والربع التاني هتحطيه في الحلة بتاعتك وهي دافية كده، فيبقى دافي خلاص. طيب انا هنا بقى بدأت ابسه كويس جدا بايدي حوالي 10 دقايق. وبعدين هنيجي نص كوباية من المية، عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ويستحسن المية دي تبقى دافية. ونبدأ ننزل او نعجن الكحك بتاعنا. مش هنزل بالمية كلها، ننزل واحدة واحدة ونعجن، خلاص كده. بس هي مش هياخد اكتر من نص كوباية من المية ابدا، خلاص. لعلمك كل ما تكتري السوائل كل ما هينشف معاكي، خلاص. واهم خطوة فيه هي الخطوة اللي كانت قبل دي، اللي هي بس الدقيق بالسمنة. مش هتاخد اقل من 10 دقايق تقعدي تفركي الدقيق بالسمنة. هنا بقى عجنت، يا ريت ما نعجنش قوي برضو عشان ما ننشطش الجلوتين قوي. طيب انا اعرف ازاي ان العجينة مش محتاجة اي حاجة تاني؟ عملت كورة كده ما شققتش مني كده، تمام. لو شققت اوعي تزودي مية او سوائل، زودي معلقة سمنة. شققت منك زودي معلقة سمنة تاني، بس يبقى لما تشقق مني ازود لها سمنة، ما زودش سوائل. خلاص اهي طرية معانا وزي الفل. نبدأ بقى. انا الكحك بالنسبة لي بصراحة اللي هو المنقوش طعمه سبحان الله بيختلف جدا عن حتى اللي هو معمول بالبصامة او الاشكال العادية بتاعة الكحك اللي احنا كنا متعودين عليها. فلو انت بتحبي المنقاش دوت زي، هوريكي كذا شكل حلو قوي. ننقشها من النص كده بالطول، ونيجي من الجناب نعمل
زي هتبقى عاملة زي غصن الشجر كده، شكلها لذيذ قوي برضو. بتفضل محتفظة بنقشتها عشان احنا مش مكترين خميرة قوي، مش مكترين بيكنج باودر، حاطين مقدار مظبوط. وعايزه اقول لكم ان الكحك مش بنسيبه يخمر، انا بخلص النقش بتاعه دوت وبخبز على طول، ما تسيبوهوش يخمر ابدا. خلاص كده اهو. هنعمل بقى شكل تاني من فوق كده، هبدأ اعملها زي مربع من فوق، وهننقشها من النص زي ما انتوا شايفين كده اهو من النص. اعملي بقى الاشكال اللي انت عايزاها براحتك خالص، الامر متروك ليكي. عايزه تعمليها بالبصامه عادي خالص. بصوا الشكل اهو، وده شكلها النهائي، شكلها حلو برضو. كل الحاجات دي بتعمل فرحة وبهجة كده. وده الشكل القديم بتاعنا بتاع زمان. دي خلصنا نقش الكحك بتاعنا، وده شكل برضو مختلف. كل الاشكال دي يا جماعة بتختلفش خالص بعد التسوية والله، وشكلها تحفة، وهوريهولكوا برضو. تمام كده نقشناها. هنخبز بقى. لا ده بسكوت العيد برضو، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان ايه تشوفوا الفيديو اللي بعد ده، هوريهولكم ان شاء الله. بصوا بقى بعد ما خبزناه، طيب هنخبزه بقى على فرن مسخن من قبل، درجة حرارة 180. دخليه 10 دقايق كده على 180، وابدأي هدي لغاية ما من تحت كده ياخد لون ذهبي حلو. وبعد كده افتحي عليه الشواية ياخد لون جميل. نرش عليه السكر بتاعنا الحلو. انا طبعا هنا عاملاه سادة من غير اي حشو، وانتي ممكن عادي خالص تعمليه ملبن، عجوة، عجمية، براحتك خالص. تنسلوش بقى الاشتراك للقناة وشير للفيديو